السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله هيك تكونوا بألف خير يا رب. ورجعنا لكم بفيديو جديد. خلينا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعرف بطول الغيبة عليكم، بس دعمونا مشان هيك ننزل بشكل مستمر. والله أنا حاطة إنه مثلا ننزل بالأسبوع يا فيديوهين يا 3 مو أكتر، مشان يلحقوا إنه يطلعوا الفيديوهات والقناة تقترح أكتر. يعني أصحابي اليوتيوب بيعرفوا بهذا الموضوع. وإن شاء الله هلأ لي يومين عم بفتح بث مباشر وهيك، يعني القناة بتقترح أكتر. ايه والله يا صبايا، اشنا نعمل الحمد لله. كل شي بده تعب، ما في شي بيجي بالسهل. وإن شاء الله هيك بننجح وبنحقق الشروط ونصير من جماعة اليوتيوبر إن شاء الله. ادعونا وادعمونا، ولا تنسونا من تعليقاتكم الحلوة ومن لايك وتشيروا هيك القناة، مشان هيك نكبر فيكم أكتر أكتر ونصير هيك عيلة كبيرة إن شاء الله يا رب. الله كريم. هلا هون غليت القهوة، وهي أول مرة بجرب شوكولا دبي. أول مرة للأمانة. طيبة يعني، طيبة عن جد كتير طيبة. يعني ما إنه شي. هلا في ناس كتير بلغت إنه ما طيبة وحلوة قطر ومدري شو، بس لا عن جد طيبة. ايه والله. فهلا هون بجربها قدامكم. ايه بس ما طلعت مثل هدول المشاهير بطقوها انه هيك بطلع من قلبها، لا. يمكن لانه الجو بارد عنا شوي. ايه والله. بقى هيك اشنا نساوي. هلا هون عم بفتحها مثل ما لكم شايفين بطاقة، بس ما بتطلع مثل ما بدنا يعني. هلا لكل حدا عم بيشوف الفيديو، يعني المشاهدات عم تطلع 300 و400 و500، وعندي فيديو بيصل 1500. يعني هيك دعمونا اكتر، حطونا لايك، حطونا تعليقات لكل مين عم بشوف الفيديو. يعني اذا كمان هيك حطيتوا مثلا اشتراك، والله يعني انه خير وجه الله تعالى. هلا هون خلينا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هون هلا حبيت انه اعمل كريسبي. بصراحة طلع كتير طيب. هلا انا قطعت الصدر هيك قطع طولية يعني، فانتوا بتقطعوا حسب ما انتوا بدكن يعني. هلا البهارات يعني حطيت ملح وحطيت هال وحطيت 7 بهارات او بهار الاسود حسب. حطيت بصل بودرة وتوم بودرة وبهارات البروستد وكاري، ان شاء الله ما اكون نسيت شي، وهال. ايه هدول هن. وحطيت هيك شوية كاسة زيت بس مشان هيك التبلة تتوزع على كل الكمية. هلا انا حطيت هون تقريبا 1.5 كيلو، وحطيت من كل نوع بهار حطيت معلقة شاي صغيرة. وهلأ نفس البهارات بحطها للطحين وهو ناشف، مثل ما قلت لكم: ملح، بهار كاري، بهارات بروستد، توم، بصل كله بودرة، هيل. وهلأ بشيل 3-4 معالق من الطحين وبخفقهم بالبيض وبالمي. بخفقهم كتير 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 منيح لوقت ما يصير هيك مثل كريمي يعني. مشان هلأ بتشوفوا بالفيديو انه منبل الصدر فيه ومنحطه بالطحين، مشان يعطي هيك يعني احسن من بله بالبيض عطائه، بس كمان مشان نكهة البهارات تتبلغ فيه يعني. هلا هون انا جبت من هذا هن ناس بتحط كعك سخانة، بس انا والله شفت هذا في المول فجبته. يعني نحنا متوفر عنا كعك سخانة، هذا الحلو كنا ناكله مع الشاي بسوريا وتركيا وهيك. اي خفتي ينزع الطعمة. هلا هون عم بعمل سلطة روسية. هلا هون بحط راس الملفوف، والله ما بتفرقوه عن الجاهزة. هون انا قسمت نصه، ما سويته كله وقطعته هيك. هلا فيكن انتو تبشروه يعني، بس انا ما بعرف وقتها ليش قطعته، ليش ما بشرته ما بعرف صراحة. وكمان ببشر جزر وبس. وبحط نص معلقة حسب الكمية يعني. اذا كله بتحطوا معلقة سكر معلقة ملح، اما اذا نص بمعلقة ونص معلقة. وهلا 4 جزرات، يعني انا بصراحة كترت جزرة شوي بتطلع اطيب يعني. وهلأ بس خلصت تقطيع،
بحطه بالصحن، وبحط عليه الملح والسكر، وبحط المايونيز بس. فوالله كمان وفي منه ناس تحط منهم عصرة ليمونة طيبة، بس أنا حبيت هيك يعني ناكلها مثل المطاعم، يعني كمان كتير بتعطي نكهة طيبة. فهيك حسيت إنه أطيب. عطينا رأيكم يبقى بالوصفات. الأمانة كل مين حدا بيجرب وصفتي يشاركني صورة على انستغرام عشان أنزلها هون، أي وصفة إن كانت. يعني ان شاء الله بكره يعني كمان كتير بشارككم بالوصفات، يعني اكيد هلا هيك. وانا ما بعمل روتين كامل، قلت لكم عم بستنى شوي القناه لتكبر. يعني ان شاء الله بكره بنعمل روتينات كامله، يعني بنزل فيديوهات بس للروتينات الكامله، يعني من عدا طبخ من عدا شيء، واخر شيء انه هيك طبخ ان شاء الله. بس هلا انه كبدايه وصفات وفنجان قهوه ونفيد بعضنا وهيك، بعدين ان شاء الله بصير روتين كامل يعني باذن الله. هيك الله يديكم كل خير، وإن شاء الله الله يعطي كل مين مراده يا رب، والله يجبر بخاطركم جميع إن شاء الله، والله يعطيكم لا يرضيكم إن شاء الله. هلا هون بخلطة كتير منيح، ولازم بالبراد ساعتين أقل شي. هون عم بساوي صوص الحار كمان اللي بحطوه من المطاعم. حطيت مايونيز والخردل، ما بعرف إذا متوفر عندكم بس إجباري هذا أساس الوصفة. وبحط كاتشب، وبحط فلفلة حدة ناعمة يعني. وهذا العلبة الخضرة الصغيرة طبعا ملح. علبة الخضرة الصغيرة ناس تقول له أوريجانو، ناس تقول له أوريجانو، يعني هيك شي. يعني أنا بصراحة دورت عليه بمولات الألمان لقيته بالريفي، فلقيته. يعني هو هذا أساس الوصفة، يعني كتير عن جد والله ما فرقتها عن المطعم، يعني هي خاصة بالكريسبي. هلا هون بقلي البطاطا. فنحن عيلة عنا عشق الشاي مو القهوة، لذلك أنا ما كتير بساوي قهوة، يعني ما كتير بشرب قهوة. ايه والله، يعني أصلا حتى القهوة هون مو طيبة. يعني لما كنت بتركيا نجيبها هيك زي ما أطيبها. هلا بنحطهم هون بالخليط اللي عملناه مع بعض، ومنبلن وبناخدن على الطحين. بعد ما بليناه بهذا الخليط بناخدن على الطحين، كمان بنبلهم بالطحين وساوي على الزيت مشان ما تفنش فورا. وهذا طيبته انه يتاكل فورا. بس عفتوه، يعني انا برأيي انكم تكبروا الطنجرة تبعت الزيت شوي وتقلوه كله فرد مرة، يعني بقى حسب اذا كانت عيلة كبيرة اكيد ما بزبط. ايه والله، فهذا دغري دي يتاكل فورا يعني من الزيت لقدامكم. وهاي البطاطا أنا خبرتكم بالفيديوهات السابقة إنه بجيبها من المولات مقطعة وجاهزة، بس هيك بقليها. لأنه هون إذا جبت بطاطا طازج يعني فبتخرب فورا عندي والله، لأنه المطبخ ماله منفس، يعني ماله شباك ماله شي، وبرا كتير ساقعة، يعني بكل الأحوال بتخرب. فبفضل إني أجيب من هاي. فهلا هون بعد ما بليناهم بنبلهم من طحين وعلى الزيت، من طحين وعلى الزيت فورا، وفورا بتاكلون. يعني بس باتت فنش فورا، يعني ما بتتحمل انها تاخد وقت برا. هون انا مشان الحق فورا كانت الطنجرة شوي صغيرة، يعني ريت مكبرتها، بس مع هيك ما اثر، يعني بالعكس كتير طيب. وحتى زاد لتاني يوم سخنتهم بالميكروويف، تقولوا هلا قليتهم. في ناس بترجع بتتقليهم بالزيت مرة تانية. ايه والله، ذكرونا بطبخات اذا بتحبوا تقترحوا علينا شي طبخ، شغلة مثلا حابين هيك نجربها مع بعض، اقترحوا علي. هلا في وصفتين ثلاثة انا ماني مجربتهم ولا مرة، بس رح اجربهم معكم ان شاء الله. ان شاء الله رح اجربهم معكم بقى. انا نشوف شفتهم هيك بالفيديوهات، وهي هيك الشكل النهائي عن جد كتير طيبة، وما خطر على بالي اصلا لكم شقفة افرجيكم اياها. وهي السلطة الروسية، وعن جد الكريسبي طلع روعة روعة روعة. وهي الصوص بنصحكم انكم تجربون، عن جد طلع طيب بشكل مو طبيعي. ما تنسونا من الدعم حبايب قلبي، ومن اللايك والتعليق الحلو. وإن شاء الله هيك الله يعطيكم ويرضيكم ويعطيكم الصحة والعافية والسعادة ويرزق الجميع.
ويحمي جميع أهالينا وين ما كانوا إن شاء الله. دمتم بألف خير. السلام عليكم.